بأداء عالمي الأهلي أكل فريق الاتحاد السعودي وجماهيره الكبسة، وعرفهم إن نسر الأهلي ما يقفش قدامه أي كبساوي سواء هلالي أو حتى اتحادي. هنتكلم عن فوز الأهلي الكبير جدا على فريق اتحاد جدة السعودي في كأس العالم للأندية في حلقة جديدة مع الباش لعيب دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك عزيزي المشاهد، وقبل ما نبدأ حلقتنا لازم كلنا نصلي على خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وما تنساش إخواتنا في غزة من دعائك، ربنا ينصرهم إن شاء الله نصر عزيز مقتدر. ولو عجبتك الحلقة ما تنساش تدعمنا بشير ولايك للفيديو وكمان سبسكرايب للقناة، ويلا بينا. هو ده الأهلي، هي دي روح الفانلة الحمراء، هو ده عراقة فريق اتأسس من 1907 اسمه النادي الأهلي. هو ده غول أفريقيا اللي بيأكل أي حد الأخضر واليابس، سواء بيلعب في أفريقيا، سواء بيلعب في آسيا، سواء بيلعب في أي محفل. الأهلي دايما فريق كبير، ولازم أي فرقة هتقابل النادي الأهلي تخشاه وتخاف منه وتعمل له ألف حساب. لكن نغمة الغرور واحنا هنكسب والاتحاد مش زي الهلال ومش عارف ايه، الكلام ده يحصل مع اي حد غير النادي الاهلي. انت ما ذاكرتش تاريخ النادي الاهلي كويس. مهما كان مين اللعيبه ومهما كان مين المدرب، مهما كان مين مجلس الاداره، الاهلي هو الاهلي. الاهلي عظيم في اي وقت وفي اي مكان. كلنا كنا خايفين على الاهلي من فريق الاتحاد السعودي اللي معاه محترفين كتير جدا، محترفين بارقام كبيره جدا، محترفين قدروا ان هم يفوزوا ببطوله كاس العالم للانديه قبل كده، سواء بنزيما مع ريال مدريد او حتى كانتي مع تشيلسي او حتى فابينيو مع ليفربول. كلهم قدروا ان هم يتوجوا بالبطوله دي قبل كده. ففريق متمرس في البطولة، عنده عناصر عالمية لعبت في محافل دولية كتير جدا مع منتخبات بلادها أو حتى مع الفرق الكبيرة اللي كانوا بيلعبوا فيها قبل ما يروحوا للاتحاد جدة السعودي. لكن الأهلي هو الأهلي. اللعيبة كانت محضرة نفسها كويس المباراة، اللعيبة كانت مؤمنة جدا بروح الفانلة الحمراء، ولو عملوا كل اللي عليهم في الملعب سواء بدنيا او فنيا، وان هم سمعوا كلام المدرب بحذافيره وطبقوا كل اللي اتكلم عليه في المحاضرتين اللي قبل المباراة، هيقدروا يكسبوا. وهم ده اللي عملوه بالفعل. مارسيل كولر رجع تاني بقى. مارسيل كولر اللي حضر المباراة بشكل كويس قوي، قدر ان هو يشوف نقاط قوة وضعف اتحاد جدة اللي اتكلمنا عليها الحلقة اللي فاتت كويس قوي، وقدر يحط لها حلول بصراحة رائعة ممكن ما كونتش تخطر على بالنا. حتى كلنا لما شفنا التشكيل بتاع النادي الاهلي قبل المباراة ووجود احمد كوكا في نص الملعب مكان اليو ديانج، كلنا حطينا ايدينا على قلبنا وقلنا خلاص لا، ده الاهلي هيتغلب. لكن وجود احمد كوكا مع مروان عطية في مركز 6 هو اللي خلى الاهلي يكسب مرتاح. هقول لك ازاي. مارسيل كولر ركز قوي في حاجتين مهمين، اهمها المسافات البينيه اللي بيتحرك فيها كورنادو ورومارينيو، ودي اللي كانت بتميز فريق اتحاد جده السعودي واللي اتكلمنا عليها الحلقه اللي فاتت. الاتنين بتوع الوينجات كانوا بيخشوا جنب كريم بنزيما، والطرفين كانوا بيزيدوا. النقطتين دول هم اهم حاجه ركز فيها مارسيل كولر. ووجود احمد كوكا جنب مروان عطيه حللوا المشكلتين دول تماما. اول حاجه ان هو قدر يقفل المسافات البينيه دي بوجود احمد نبيل كوكا دايما جنب الاثنين الباكين بتوعنا، سواء محمد هاني او حتى علي معلول. وجوده كان بيقفل المسافه ما بين خط الدفاع وخط النص، وكمان ما بين الوينجات وما بين خط النص. المسافة البينية دي هو قدر ان هو يقفلها بأحمد كوكا وإمام عاشور، لكن أحمد كوكا هو اللي أدى الدور الأبرز ان هو يقفل المسافة دي مع مروان عطية. كمان مارسيل كولر ركز فيه ان هو ما يضغطش ضغط متقدم على دفاع فريق الاتحاد السعودي، وزي ما قلنا ان هو يستناه في نص ملعبه، وده اللي حصل بالفعل. مارسيل كولر كان بيضغط ضغط متوسط، مجرد ما الكورة تطلع من دفاع فريق الاتحاد السعودي او من فابينيو لنص الملعب بيضغط عليه لعيبه الاهلي عشان خاطر يستخلصوا الكوره ويقللوا زمن استرجاع الكوره. وده اللي تميز فيه لعيبه النادي الاهلي، خاصه مروان عطيه واحمد
كوكا طوال الشوط الاولاني، وقدروا ان هم يستحوذوا على الكوره، وما كانش قدام فريق اتحاد جده السعودي عشان خاطر يبني الهجمات غير ان هو يلعب الكور الطويله اللي كانت بتروح سهله محمد عبد المنعم وياسر ابراهيم ومحمد الشناوي. طيب ده دفاعيا. مارسيل كولر برضو اعتمد على كوكا هجوميا ازاي؟ كوكا كان بيتحرك كراس حربة تاني زي ما كان بيتحرك حمدي فتحي ايام ما كان موجود مع النادي الاهلي، وكان بيوظفه في المكان ده مارسيل كولر. بس الحركه بتاعه كوكا ما كانتش مؤثره قوي هجوميا، لكن كانت مفيده للنادي الاهلي في حاجه مهمه قوي، في ان هو يضغط على لعيبه الاتحاد السعودي من منطقه دفاعهم لما تتقطع الكوره منك، وبالتالي تقلل زمن رجوع الكوره للعيبه النادي الاهلي. كمان مع كده ركز مارسيل كولر ان الباكين زي ما اتكلمنا برضو الحلقه اللي فاتت يبقى طلوعهم بحساب. طلوع محمد هاني من مكانه كان بحساب، وكمان علي معلول بحساب، واللي ساعد على كده وجود طبعا مروان عطيه وكمان احمد كوكا عشان خاطر يقفلوا المسافه دي. فالكوره لما بتتقطع منهم يا اما بتطلع اوت عشان خاطر يلحقوا يرجعوا، يا اما بيستردها النادي الاهلي تاني بسهوله. كمان ساعد وجود الاثنين دول على ان بيرسي تاو وحسين الشحات الاثنين يبقوا عندهم حريه حركه كبيره جدا هجوميا، خاصه بيرسي تاو اللي استغل النقطه اللي اتكلمنا عليها برضو الحلقه اللي فاتت، وهي اهم نقاط ضعف فريق الاتحاد السعودي، المسافه اللي ورا هوساوي اللي كان بيسيبها فاضيه وراه، اللي شفنا فيها شوارع من ناحيه بيرسي تاو، وكمان ساعده كتير محمد هاني. لولا بس الباصه اللي قبل الاخيره كان ممكن نشوف جون قبل ضربه الجزاء اللي حصل عليها النادي الاهلي. برضه مارسيل كولر عمل حاجه مهمه جدا، ان هو يلعب الكرات القطريه اللي على الاطراف عشان خاطر يضرب خط دفاع اتحاد جده اللي بيبقى متقدم بشكل كبير قوي باقل عدد من اللمسات. شفنا الكره دي اكتر من مره سواء من ناحيه حسين الشحات او من ناحيه بيرسي تاو، وهي نفس الكوره اللي حصل منها كهربا على ضربه الجزاء اللي نجح علي معلول في ان هو سجلها الهدف الاول للنادي الاهلي. كنا منتظرين بعد جون الاهلي ان الاتحاد يتقدم لقدام ويبتدي يضغط ضغط العالي اللي احنا اتعودنا عليه منه الماتشات اللي فاتت، لكن فوجئنا ان الاتحاد بيلعب بنفس الطريقه، فبالتالي لعيبه الاهلي ابتدوا ياخدوا راحتهم اكتر في الكوره. ما شفناش فرص قويه قوي لفريق الاتحاد السعودي غير فرصه البنزيمه اللي شاطها في ايد محمد الشناوي. مفيش فرص كانت قويه قوي في الشوط الاولاني الا ضربه الجزاء. وهنا لازم نقف وقفه قويه جدا مع اسطوره من اساطير النادي الاهلي محمد الشناوي. الكره دي لو جت جول خلاص ضربه جزاء في اخر 3-4 دقائق من الشوط الاولاني، خلاص انت دخلت اوضه اللبس وانت متعادل 1-1، نفسيا انت بقيت اقل من فريق الاتحاد السعودي اللي قدر يرجع في المباراه. لكن تصدي محمد الشناوي قدر يخليك لسه في الملعب، قدر يخليك تخش اوضه اللبس وانت متقدم نفسيا ومعنويا بشكل اكبر، مش عشان بس سجلت جون، لا انت كمان صديت ضربه جزاء، فبالتالي بقى ليك افضليه اكبر في الملعب. وده اللي حصل في الشوط الثاني. كل لعيبه اتحاد جده ابتدت تضغط ضغط متقدم، ابتدينا نشوف شراسه من الضغط بتاعه لعيبه الاتحاد، لكن قابلوا لعيبه الاهلي بهدوء. الهدوء ده هو اللي خلى الاهلي يسجل الثاني والثالث. انت ما بتطلعش الكوره وخلاص، بتطلع الكوره لعيب زميلك بيبتدي ان هو يلعبها على الاطراف زي ما اتكلمنا قبل كده. في باصات كتير راحت غلط، لكن كل الباصات اللي راحت صح كانت هجمات مؤثره جدا للنادي الاهلي، وكان ممكن يجي منها اهداف. الكوره بتاعه الجون الثاني حسين الشحات عالمي بصراحه. ايه قمه هدوء الاعصاب دي؟ بص اللفه والموزه عاملها ازاي، رايحه ار2 على شمال الحارس ما يقدرش يعمل لها اي حاجه خالص، واقف بيتفرج عليها. ايه الجمال ده؟ حسين عالمي، حسين مونديالي، حسين بيحطم ارقام كبيره جدا في مشاركته السنه دي مع النادي الاهلي. اولا بقى عنده 4 اهداف في البطوله متساوي مع ابو تريكه وسالم الدوسري من الهلال السعودي كاكتر لاعب عربي بيسجل اهداف في كاس العالم للانديه. بيبقى اللاعب الوحيد العربي اللي بيسجل في 4 نسخ مختلفة، سجل مع العين قبل كده وسجل في 3 نسخ متتالية مع النادي الاهلي. كمان بيسجل المشاركة رقم 13 مباراة شارك فيهم حسين الشحات في كاس العالم للانديه كاكتر لاعب مشاركة في البطولة. كل الارقام دي
قدر يحققها حسين الشحات وتوجها بالجون الجميل قوي اللي سجله في شباك الاتحاد السعودي. انما بقى الجون التالت ده بقى ليه وضع تاني بقى وحرقان تاني وحاجه تانيه خالص يعني. تخيل انت اللي بيعمل الجون كهربا ليه؟ امام عاشور. يعني كهربا رايح هو والجون ومفروض يشوط ويجيب جون، يروح مباصيها لامام عاشور اللي عليه ضغط بقى والسوشيال ميديا مقلوب عليه سواء زملكاويه او اهلاويه، يجيب جون في كاس العالم للانديه في اول مشاركه ليه. يعني الاهلي عمل كل حاجه في الكوره في ماتش الاتحاد السعودي ده عشان خاطر انت جهزت الفريق بتاعك كويس، ذاكرت الفريق المنافس بتاعك كويس، وحطيت الادوات اللي تستخدمها وتساعد الفكر اللي في دماغك عشان خاطر تحقق المكسب. محدش فينا شكك في مارسيل كولر خالص. احنا قلنا ان هو جاله شلل فكري الفترة الاخيرة نتيجة لضغط المباريات والنتيجة ان هو ما كانش بيذاكر الفرق اللي قدامه كويس. لو ذاكر الفرق اللي قدامه كويس كان ممكن يحقق بطولات كتيرة قبل ما يوصل لكاس العالم للأندية. ابرزها طبعا ان هو يحقق بطولة السوبر الافريقي او حتى السوبر ليج الافريقي. البطولتين لو مارسيل كولر كان مذاكر كويس كان ممكن ياخدهم بكل سهولة. لكن الخير فيما اختاره الله، والاهلي اختار مع مارسيل كولر ان هو يفرحنا قدام الاتحاد السعودي عشان خاطر يقابل الفريق البرازيلي فلومينزي، فريق بطل كوبا ليبرتادوريس، فريق كبير جدا، فريق عنده لعيبه كبار جدا، فريق عنده لعيبه نجوم هم كبار شويه في السن لكن يظلوا نجوم في عالم الساحره المستديره. ان شاء الله باذن الله يوم الاثنين اللي جاي الاهلي باذن الله يقدر يكون محضر للمباراه كويس، مارسيل كولر يكون مذاكر فريق فلومينزي البرازيلي مذاكره كويس ومحضر له بشكل كبير عشان خاطر ان شاء الله باذن الله الاهلي مع مارسيل كولر يوصل لاول نهائي في بطوله كاس العالم للانديه. وبس دي كانت كل تحليلاتنا وتعليقاتنا عن مباراه النادي الاهلي ومباراه نادي اتحاد جده السعودي. مبروك للنادي الاهلي الفوز على فريق الاتحاد السعودي، وان شاء الله باذن الله الاهلي نشوفه في نهائي كاس العالم للانديه بعد ما تخطى الفريق البرازيلي فريق بطل كوبا ليبرتادوريس، ويقابل ان شاء الله الفائز ان شاء الله من اورارا الياباني ومانشستر سيتي الانجليزي. ما تنساش عزيزي المشاهد لو عجبتك الحلقه تدعمنا بشير ولايك للفيديو وكمان سبسكرايب للقناه، واستناني في حلقه جديده مع الباش لعيب، والسلام عليكم.